ليه المطعم ده انا اكلت فيه اكتر من 10 مرات، وليه ريفيوز عليه على جوجل مابس من اعلى ريفيوز الموجوده في مصر، وهو جارتن في تريفيوم سكوير في التجمع. اول سبب هو ان الديزاين والسيرفيس عندهم تحفه، اما السبب الرئيسي بالنسبه لي واكيد بالنسبه لكل الناس هو الاكل. فسخن عندهم كده بشوربه سي فود وشويه سلطات، وتعالى اوريك تاكل ايه. بما اني لسه راجع من ايطاليا ودقت بيتزا كتير هناك، فاقدر اقول لكم ان جارتن قريب قوي منه، بيعملها على الحطب والكراست مظبوط، وبالذات الترافل بيتزا. بس انا بقى كعمرو كل ما اروح اطلب الفطير الشرقي عندهم، احلى ناس بالنسبه لي بيعملوها في مصر مش طبيعي. في الطواجن عندهم اوبشنز كتير، بس ده احلاهم علي عظيمه، لحمه بتكون تحتها بابا غنوج وبطاطس مشويه متشوحه في الزبده، طعمه حلو قوي، جربوه. ومع احترامي لكل اماكن البرجر، السماش برجر بتاع جارتن من احلى وانضف السماش برجر الموجود. البان بيخلوه فليبت كده وبيشوحوه في الزبده وبيكون جوسي، والساندوتش بينزل لك سخن مولع ما فيهوش غلط. اللي احلى كمان الفرايز الهوم ميد بتاعتهم. المنيو عندهم كبير قوي، مش هقدر اجمعه في فيديو كامل، في ريزوتو وباستا، بس لازم ما تفوتش الفطير المشلتت بتاعهم. بحسوا يا جماعه ان في فطاطري جوه بقاله 100 سنه بيعمل فطير، جربوه على الفطار او حتى بعد